السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. معكم منار أو المطبخ المصري البسيط. النهاردة عملنا الفطير المشلتت الفلاحي. زي ما كلنا بنشتري من بره طبعا. اما يكون في البيت هيكون أفضل بكتير. عمايله بسيطة وسهلة ومفيش أي حاجة. شايفين جماله؟ بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هشش وخفيف ومورق كده من جوه وجميل ما شاء الله. يا رب اكون بفيدكم فيديوهاتي، يا رب تكون الفيديوهات بتعجبكم. شايفين الفطير وانا بقطعها الفطيره ما شاء الله. شايفين الترويق تبعها ما شاء الله. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس كده عشان يوصل لكم كل جديد من ام منار. ويلا بينا نشوف الفيديو الفطير الجميل القمر ده عامل ازاي. اول حاجه كده معانا 2 كيلو دقيق. 2 كيلو دقيق دولت هيعملوا لنا 4 فطيرات. كل نص كيلو دقيق فطيرة. حطينا كده أول حاجة معلقة شاي من الملح وافية شوية. حطينا شوية مية، ملح ومية. حابة تحط سكر بودرة انت براحتك حطي. هو ملح ومية ودقيق فقط لا غير. اهم حاجة في الفطير عشان يطلع معاكي ناجح ومورق وجميل، اعجنيه عجن كويس، للتيه كويس. اخدميه في العجن، دي اهم حاجة. طبعا انا كده بحاول ان انا بجمع العجينة كده. طبعا انا ما بحطش المية مرة، لا، انا هحط شويه بشويه، تحتاج احط شويه بشويه. خلاص لحد العجينه لا تبقى لا لينه ولا سبيكه معانا. عايزينها في حدود ان هي ايه، تتفرد معانا بسرعه، ما احناش عايزينها لينه. تمام. هنفضل نعجن بقى فيها لحد، شوف انت بقى زهقانه من مين او متضايقه من مين، واعجني في العجينه بقى وطلعي كل همك فيها. وجمعاها كده لحد ما تبقى بسم الله ما شاء الله معاكي طريه كده وجميله كده. انا جمعت العجينه ما شاء الله، شايفين انا بمط لكم فيها. لازم أن يكون فيها عرق، وانت بعد ما تعجنيها تحس ان العرق تبعها كده ايه، بيمط معاكي. تمام. دي خطوه مهمه جدا. هحط شويه زيت كده عليها على وشها وهغطيها بالاستريتش وارجع لكم تاني. طبعا احنا رجعنا لكم تاني. هبدأ بقى ان انا هقطع. طبعا هكون انا بقى مسخنة حوالي كيلو سمنة او كيلو نص سمنة. كيلو سمنة على نص ازاز الزيت. احنا بنقول زيت ليه؟ علشان خاطر الزيت ما يخليش السمنة تجمد معانا بسرعة وترجع تاني سمنة. احنا عايزينها تكون سايحة معانا، فالزيت بيساعد على روقان ترويق الفطير وفرده بسرعة. فاحنا هنحط زيت مع سمنة. قطعناها كده بالمنظر ده. طبعا احنا كنا سيحنا السمنة وسبناها برضو 5 دقايق. بعد ما قطعناها سيبناها برضو ترتاح 5 دقايق 10 دقايق. كل ما تسيبها ترتاح هتكون افضل معاك. وبدأت ان انا احط كده، انا حطيت طبعا شايفين وانا بحط زيت مع السمنة. قعدت كده بقى على ترابيزه، على الكرسي بتاع الانتريه، وقعدت بقى على الترابيزه الرخام. بتفرد لك بقى لو في رخامه بقى عندك او رخامه المطبخ، بتفرد لك بقى الايه، الفطير بسرعه. وزي ما شفتوا كده حطيت شويه سمنه تحت، وبدات ان انا افرد من بره، من جوه على بره، من جوه على بره. وحطيت كده سمنه. وكل رقه كل ما الف رقه لازم انا احط سمنه، ادهن سمنه عشان دي اللي بتخليها مورقه. بتخليها مورقه من من جوه، وبتبقى مورقه كده معاك وانت بتخبزي. انا حطيت كده دي كده، لفتها وحطيتها على جنب. هحتاجها تاني. مبدأ ان انا اعمل واحده تانية، افرد واحده تانية، فطيره تانية. طبعا احنا بنعمل 6 رقات. حابه تعملي 7 8 10، 10 رقات انت براحتك. انا بعمل 6 رقات، بتعمل صينيه حلوه كده كبيره وحلوه وجميله. واجيب الاولانيه اللي انا عملتها احطها في الايه، في التاني، في اللي انا ايه فردتها، وهركنها برضو على جنب، وهكذا لحد ما اخلص. شايفين انا جبتها تاني، حطيت تاني فريت وجبتها تاني حطيتها جوه الفطيره. ندخلها جوه بعضها كده بحيث ان هي تبقى تاخد ال6 رقات معانا. ده الفرد المظبوط. الاخرانيه دي ما رضتش افردها، اخر واحده بقى اخر 6 ديت ما رضتش افردها جامد. سبتها بقى كده صغيره، بحيث ان انا لما اجي افردها بقى في الصينيه هتفرد معايا وهيبقى كله بسم الله ما شاء الله. جبت الصينيه دهنتها شويه سمنه، وهبدا ان انا احط فيها الفطيره اللي انا خلصتها واسيبها على جنب ترتاح.
بعد ما ارتاحت بقى خلصت كل الكميه، عملت بقى 4 صواني، وبدات ان انا احط كده. عندك قشطه حطي على الوش، انا ما كانش عندي قشطه في الوقت ده، بس انت اهم حاجه لو في قشطه حطي. فبدات ان انا افرد من جوه على بره في الصينيه بعد ما ارتاحت يا حبايبي. ما تجيش عليها وهي لسه ما ارتاحتش وتقعدي تضغطي عليها، لا، لازم تسيبيها 10 دقايق ربع ساعه ترتاح خالص عشان تتفرد معاكي بسهوله. شايفين بتمشي معايا بسهوله ما شاء الله من جوه على بره، وبشويش كده، ما تضغطيش ضغط جامد، لا بشويش. خلي ايديك كده حنينه عليها كده وانت بتفردي لحد ما خلاها داير ما يدور كده، واحط سمنه كده من على الوش. طبعا ناخد بالنا وفردناهم كده، وهسيبهم برضو يرتاحوا شوية. برضو هنسيبهم حوالي نص ساعة تلت ساعة يرتاح. كل ما تيجي تعملي خطوة لازم تسيبي العجين يرتاح لحد ما قبل ما تدخله الفرن. برضو هنسيبه نص ساعة مرتاح. ده كده هيطلع معاكي فطير بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. احنا كده سيبناه يرتاح، وهنبدأ كده نطلع عند الفرن. انا كده كنت مولعة الفرن، سخنته طبعا الأول، وبدات ان انا احط اول صينيتين. طبعا انا عندي الفرن ده كبير جدا، بياخد صينيتين وصينيه كمان صغيره ما شاء الله. شايفين مورقه وما شاء الله مرتفعه في الفطير ارتفع في الصواني كمان شويه كده. شايفين ساعه ما يحمر من تحت، لو احمر من تحت هنهدي النار من تحت. اهم حاجه تكون نارها كويسه، تكون نارها كويسه علشان خاطر يعني ما تكونش النار بارده. اول ما تدخله الفرن لازم أن الفرن يكون ايه حامي. بعد كده اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. هنبدأ كل شوية نطلعها نشوف أحا كده خد لون، لونه مشمشي كده، بلاش نغمق لون الفطير لا من فوق ولا من تحت. لونه مشمشي كده من فوق، اصفر ذهبي كده من فوق ومن تحت. طبعا دي لسه برضو اخدت لون اهي ما شاء الله. هنبدأ بقى نهدي النار عليها لحد ما نديلها لون حلو من فوق، تبقى كلها زي بعضها. وهبدأ كده، شايفين جمالها، شايفين ارتفاع الفطيرة وما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله، وهي في الفرن سخنة مرتفعة. ده سوى الفطير يا حبايبي. السمنة الزيادة اللي شايفينها في الصينية دي انا بوريها لكم. احنا هنرجع تاني ناخد الحلة بتاعت السمنة معانا فوق مع عند الفرن. طبعا ما انت حاطه فرنك طبعا، ونصفي السمنه دي ساعه ما نطلع الفطيره من الفرن علشان ما يبقاش فيها سمنه كتير. وادي الفطيره الثالثه ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. ودي شكلها ما شاء الله. هنسيبها تحمر شويه طبعا من فوق ومن تحت. وادي شكل الفطير يا حبايبي، وادي منظره. كل ما تعملي حاجتك بحب كل ما تكون الحاجه معاكي جميله وتطلع ما شاء الله روعه معاكي. وادي منظر الفطير ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. كان روعه وخفيف وهاشش ومورق من جوه. يا رب اكون بفيدكم فيديوهاتي يا حبايبي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، فعلوا زر الجرس كده عشان يوصل لكم كل جديد من منار. واقول لكم بس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.